السلام عليكم، ازيكم حبايب؟ عاملين ايه؟ معاكم مير مختار. النهارده كده هنعمل حاجه حلوه سريعا كده من غير عجن بقى ولا لت ولا اي حاجه. يلا بينا ندخل كده على الفيديو على طول. معايا لتر من اللبن، هحط عليه 3 معالق من النشا، او ممكن معلقتين من النشا ومعلقه من الدقيق على حسب المتوفر عندك، ومعلقه ونص من السكر. السكر اختياري، عايزه تحطي سكر حطي، عايزه تكتري عايزه تقللي على حسب مذاقك انت وعلى حسب ما بتحبي السكر. وشوية فانيليا هرفعهم على النار لغاية ما نوصل للقوام ده. عايزها اتقل من كده حاجة بسيطة تمام، مفيش مشكلة. معايا كمان لفة جلاش، مش قلتلكوا انا ولادي عايزين حاجة حلوة والدنيا حر، طب هعمل لكم ايه؟ لسه هعجن ولسه مش عارفة ايه. جبت لفة جلاش وهقول لكم هنعمل ايه في الاخر. اصبروا معايا كده. هتقولوا جلاش؟ طب يعني ايه يعني جلاش؟ من جلاش مفيش فيها اي حاجة. اصبروا بس كده، هنعمل كده فطير كده دمياطي لذيذ من غير عجن ومن غير اي حاجة خالص. اصبري معايا وخليكي معايا الفيديو. هنجيب الصينية على حسب بقى الصينية اللي انت محتاجاه، او على حسب الحجم اللي انت محتاجاه. الصينية دي اختيارية ليك، عايزة اكبر عايزة اصغر عايزة مستطيل عايزة مدور، على حسب ما انت حابة. تمام. هبتدي بقى كده ادهن الصينية الاول بالخليط من زبدة على سمنة على زيت، والسمنة تبقى بلدي، يا سلام تبقى الطعم ايه خرافة. وهبتدي زي ما انتوا شايفين كده اعمل الجلاش، اخلي نصه في قلب الصينية ونص الورقة بره، وما بين كل ورقة وورقة ادهن شوية صغيرين كده من السمنة. طيب انت هتعملي ايه؟ هقول لكم، اصبروا معايا للاخر. وعلى فكرة انا ما اخدتش نص الجلاش كله ده، انا اخدت يعني اقول مثلا ايه، فوق الربع بشوية كده. يعني شوفوا هتعملوا صينية، يعني الجلاش النص كيلو ده هتعملي ممكن منه صينيتين لو انت عايزة تعملي صينيتين من الحاجة الحلوة دي اللي احنا عاملينها. تمام. زي ما انتوا شايفين كده ببتدي برضو ارص الورق، ونراعي برضو اللي احنا نخلي نحط ورقة في النص كده في نص الصينية، بحيث برضو ان هي تعمل طبقة معانا. هنا خلاص بعد ما خلصت كمية الجلاش اللي انا عايزاها، هجيب الكريمة اللي انا عاملاها في الاول وسبتها تبرد كده شوية معايا، وحطيتها فوق الجلاش. عايزة بقى في الخطوة دي تحط شوية مكسرات وشوية جوز وزبيب، تمام مفيش مشكلة خالص. حطي على حسب ما انت حابه. مش عايزه تعملي زي ما انا عملت كده وقفلي بقى عليها الجلاش. طبعا كان لسه الكريمه كانت لسه سخنه معايا، او المهلبيه كانت لسه سخنه معايا. لو انت عايزه تسيبيها بس شويه صغيرين تبرد كده، تمام مفيش مشكله. انا بس عشان كنت مستعجله فحاولت ان انا اقفلها كده مره واحده ودخلتها الفرن. برضو هبتدي بقى اخد على حسب بقى الورقة ما بتيجي معاكي. يعني انت كده يعني مثلا ايه، الورقة اللي علوش تاخديها، وبعد كده اللي وراها، وبعد كده اللي وراها، شايفين؟ وما بين كل واحدة وواحدة تدهني سمنة. طيب كده السمنة ما تبقاش كتير، لا ما تقلقش ما تبقاش كتير، لان احنا عايزينها تبقى مورقة وتبقى شاربة من السمنة، وهي كده كده السمنة بتاعتها ما هتبقاش كتير. شايفين؟ انا هنا خلاص بعد ما قفلت الجلاش معايا، انا بحاول كده اخليها كده، هي طبعا طالعه شكل مربع، فانا مش عايزه الشكل المربع، عايزاها تبقى مدوره. فانا بقوم مدخله كده الورقه الاخيره كده، بقفل بقى حلو، برفع الجلاش من تحت كده واقفل عليها كده حلو، بحيث ان هي تدينا الشكل المدور اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هجيب السكينه واقطعها، السكينه بتاعتنا تبقى حامية عشان تتقطع معانا حلو. ايوه الطبقه الاخيره دي ما كنتش لسه دهنتها بالسمنه، فانا بدهنها بالسمنه وبعد كده هقطعها. عايزه تقطعيها الاول قبل ما تدهني، تمام ما فيش مشكله. عايزه تدهني وبعد كده تقطعي، ليكي مطلق الحريه اللي انت عايزه تعمليها، هو كل الطرق بتاعتنا صح. هبتدي بعد كده اقطعها قبل ما ادخلها الفرن. طيب قلت لو انا دخلتها كده الفرن وطلعتها هعرف اقطعها؟ إيه؟ لا مش هتعرفي تقطعيها. ليه؟ لان كده اسهل واسرع ليكي هتدخلها الفرن وهي كده ما هتورقش معاكي. صح، احنا عايزينها تبقى مورقه كده حلوه كده معايا. شايفين؟ هنا بعد ما قطعتها هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، وفي اثناء بقى ما هي في الفرن هجيب التشريبة بتاعتنا. طيب ايه هي التشريبة؟ كوباية ونص من اللبن، هحط عليها معلقتين من السكر او 3، هنا سكر بودر، لو انت عندك سكر حبيبات استعمليه، بس هيغيب معاكي شوية على ما يدوب معاكي. انا حطيت السكر برضو هنا اختياري على حسب مذاقك للسكر وعلى حسب تقبلك للسكر.
حطيت 3 معالق من السكر، وحطيت رشة من الفانيليا تدي طعم حلو جدا. هنا شايفين الجلاش ما شاء الله اخد اللون الذهبي الجميل بعد ما طلع من قلب الفرن. هسقيها كده معانا التسقية بقى بتاعتنا اللي احنا كنا عاملينها، اللبن عادي جدا خارج من قلب التلاجة بدرجة حرارة المطبخ، وهبتدي هسقيها. طيب كده ما هتعجنش؟ لا ما هتعجنش، لان ده بديل الشربات، فاحنا بنسقيها باللبن عشان تديها طعم حلو، تبقى طعمها قشطه كده، كانك بتاكلي، انت ما بتاكليش فطير ولا بتاكلي جلاش، انت بتاكلي قشطه. شايفه اللبن دسم طبعا، والحطه كمان فيها معلقه من القشطه، وتسقيها بجد اطعم صينيه فطير هتاكليها وهتقولي انا ما اكلتش اطعم من كده. خصوصا بقى لو اللبن جاموسي وسمين، وتزودها كمان بمعلقه من القشطه وشويه الفانيليا اللي احنا حطيناهم والسكر. كلي بقى احلى فطير. ممكن تقدميها كده وممكن تقدمها بالطريقه اللي انا هقولك عليها. تمام. انا هنا عايزاها تبقى طريه معايا، مش عايزاها تبقى ناشفه، فانا اجيب الصينيه وبغطيها بيها لغايه ما تطرى معايا وتشرب اللبن اللي احنا حطيناه. شايفين هنا بقى في خطوة بقى ممكن تعملها وممكن تعملهاش، بس انا مرضتش اعملها بصراحة، اللي انت ترشيها بقى الوش بتاعها بالسكر، وبعد كده تحطي بقى جوز هند والمكسرات والقشطة بقى والزبيب، كل حاجة اللي انت عايزاها تحطيها على الوش بتاعتها. انا طبعا مرضتش، انا اكتفيت بس بالسكر اللي انا حطيته في قلب الكريمه، والسكر اللي انا حطيته في اللبن عشان ما تبقاش مسكره قوي، لان ما بنحبش الحاجه المسكره. انت لو انت عايزه تزوديها على الوش ترشيها بالسكر، تمام، ما فيش اي مشكله، دي ليكي مطلق الحريه زي ما قلت حسب تقبلك للسكر. هي كده سكرها معقول بالنسبه للي ما بيحبش الحاجه اللي تبقى مسكره قوي، او الحلويات اللي تبقى مسكره. هنا بقى عندي شوية مكسرات، فانا بحطهم كده على الوش مع الجوز بقى، مع الزبيب، مع الفول سوداني. زي ما قلت لك، عايزه تلغي الخطوه دي وتقدميها ساده كده، تمام، مفيش مشكله، تقدميها زي ما انت حابه. هنا بقى احلى صينيه فطير هتاكليها في حياتك بجد، من غير تعب ومن غير عجن ومن غير فرد ومن غير اي حاجه. الوقت هقطع لكم بقى واحده قدامكم، شايفين بجد ومورقه والريحه خطيره. انا بعمل الفيديو بمنتج الفيديو وعايزه اقوم اعمل واحده تانية زيها. شايفين بعد بقى ما بردت، هي يعني مكانتش بردت قوي، يعني كانت لسه دافيانه، بس شايفين تتاكل بقى وهي سخنه كده، حاجه خرافه 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 بجد فظيعه. قولوا لي بقى تسلم ايدك يا ميرو، ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش من اللايك وشير وسبسكرايب للقناه. في نهايه الفيديو اترككم في حفظ الله ورعايته.